يقول بكل قوة عين وبكل برود قالت لي إنها مشت لعند صاحبي. سألتها وقلت لها ليش مشيتي للشركة؟ قالت لي مشيت لصاحبك نشكي له وقلت له إن أنت مش الشخص اللي أنا نعرفه، تغيرت 180 درجة، معاملتك معي تغيرت وما تعاملش فيا كويس ولا حتى تعامل في عيالك كويس، تسب وتغلط وتضرب فيهم كل يوم. فمشيت له وقلت له شنو صاير لزوجي، وقالت لي إن صاحبك قال لي أنت مضغوط من العمل وتعبان نفسيا، وقال لي إن فترة وتمر وبعدين زوجك حيرجع كيف قبل إن شاء الله. فقلت لها خير خير إن شاء الله. يقولوا في اليوم الثاني مشيت لصاحبي وأنا الشر كله في عيوني. يقول كان يشوف صاحبي إني أنا نيتي كانت مش نية خير، فسألته وقلت له هل زوجتي كانت عندك؟ وكان يحكي معايا ويديه ترعش وخايف. قال لي اذكر الله اذكر الله وتعال اقعد على الكرسي. قلت له رد على سؤالي، زوجتي كانت عندك؟ قال لي اي نعم زوجتك كانت عندي. فسألته شنو اللي جاب زوجتي عندك؟ قال لي زوجتك جت تشكيلي من حالك ومن معاملتك لها ولأطفالها. يقول فرديت عليه وقلت له أنا كنت عندك أمس، ليش ما قلت لي إن زوجتي كانت عندك؟ يقول كنت نحكي معها بعصبية وصاحبي خايف من أي ردة فعل ممكن إنها تبادر مني، لأني وقتها يا جماعة الخير كنت معصب واجد. وبعد ما هديت شوية قال لي يا أخوي يا رفيقي أسمعني، قال لي أنت حاليا تشك في أي حد وتشك حتى في زوجتك، فما بالك لو إني قلت لك إن زوجتك كانت عندي؟ فقال لي والله إني خفت إنك تشك فيي حتى أنا، لكن نبي نقول لك حاجة، اصبر نين تطلع التحاليل وبعدها احكم. فيقول عصبت وقلت له مش حنحكم لا بتحاليل ولا بغير تحاليل، انا يا نقتلها يا نطلقها، واحدة من الاثنين. يقول فمسكني صاحبي واقترح علي اقتراح وقال لي اسمعني لين نكمل كلامي. قلت له تفضل شنو عندك؟ قال لي جيب لك كاميرات صغيرة وحطها في البيت ووزعها واربطها على تليفونك وراقب من اللي يخش ويطلع من البيت، وخلي الكاميرات عندك في التليفون وراقب بيتك كويس واسمع شنو اللي قاعد ينقال من ورا ظهرك. يقول فعجبتني الفكرة وفعلا اتجهت لمحل الكاميرات وشريت كاميرتين يعني وحطيتهم في اماكن مميزة في البيت.